في وضح النهار واثناء ما كان زكي بيتناقش مع صاحبه عن اسباب تذبذب مستوى ريال مدريد وعلاقه ده بان المدرب بيحب ويكره، عدى من قدامه احد الفرسان بيجري على حصانه وبيهرب من قطاع الطرق اللي بيطاردوه وعاوزين يخلصوا عليه. قاموا لما شافوا زكي نتشوا منه الموبايل وخدوا زكي بنفس ذات نفسه هو كمان بالمره، عشان يلاقي نفسه واقف في الصحراء بيتباع في سوق العبيد كعبد ولا حول ولا قوه الا بالله. ولكن مع كامل الاسف ما كانش حد عاوز يشتريه، كل ما يعرضوا لي البيع يقولوا لهم وفي ماذا ينفعنا هذا العبد ذو البطن الممتلئ، كما انه لا يتحدث اللغه العربيه بفصاحه ويتحدث لغه اعجميه، والله انه لا يستحق درهمين حتى. لذلك ما كانش قدام قطاع الطرق الا انهم يقتلوه ويخلصوا منه، وقعد يترجاهم ما يقتلوهوش. قالوا له ما انت لو كنت تعرف يعني ايه 4-1 كنت هتنفعنا وما كناش هنبقى مضطرين نقتلك دلوقتي. وفي ثانيه الا ثانيه طيروا له رقبته، وكل ده عشان ما كانش يعرف يعني ايه 4-1. تفتكر انت بقى 4-1 دي تطلع ايه؟